فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت باطل ردا لدنيا فتعمل صالحا فيما تركت. واقعة عساف النصراني. عساف النصراني هذا رجل شامي شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد عليه جماعة بهذا الشتم والسب للنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث في وقته، ذهبا إلى السلطان ورفعا أمره إلى السلطان. وهذه أيضا فائدة يا شيخ أخواني منهجية، نستفيد من أن ماذا؟ أنك إذا رأيت مثل هذه الأشياء ترفعها لمن؟ للسلطان، لولي الأمر. فإذا رفعت هذه المسائل إلى السلطان فقد أديت الذي عليك، فقد أديت الذي عليك، ويكتب لك النجاة إن شاء الله تعالى إذا حصل المجتمع شيء من الهلاك بسبب المنكرات أو كذا، تكون من الناجين إن شاء الله تعالى، لأنك نصحت ولأنك رفعت الأمر إلى أهله، وهم الذين يجب عليهم أن يتخذوا الإجراءات المناسبة. قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ثم بعد ذلك حفظكم الله تعالى نحن نستفيد أن إذا رأى الإنسان المنكر يرفعه إلى الجهات الخاصة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أخذ زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث في وقته، وذهبوا إلى السلطان ورفعوا أمر عساف النصراني إلى هذا السلطان، فأحضر السلطان عسافا النصراني وأحضر معه الشيخين، فضرب الناس عسافا النصراني، ضربوه بالحجارة. فقام السلطان فضرب ابن تيمية وزين الدين الفارقي، ضربهما أمام عساف. ثم بعد ذلك جاء في كلام ابن كثير ما يدل على أنه سجنهما أيضا، ولكن كانت مدة يسيرة. ثم بعد ذلك دعاهما وأرضاهما وانتهت القضية، ويقال أن هذا الرجل أسلم، وبعد ذلك ذهب إلى طريق الحجاز، ثم سلط الله عليه ابن أخيه فقتله. صنف شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة كتاب الصارم المسلول، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب كبير وكتاب عظيم من أعظم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. شهد له الخصوم وشهد له الأعداء أن هذا الكتاب كتاب عظيم، ذكر فيه ابن تيمية المسائل، ذكر استدل ب8 آيات و14 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفر من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه لا يتاب عليه. إن كان صادقا في التوبة فإنها تنفعه فيما بينه وبين الله، أما الحد فلا بد أن يقام. الحد لا يسقط بالتوبة، التوبة تنفعه في النجاة من الإثم، أما سقوط الحد فلا. يرى شيخ الإسلام أن التائب لا يسقط عنه الحد أبدا، لأن الأمر يتعلق بعفو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات وليس هناك فرصة لأن يعفو عنه. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختاره كثير من أهل العلم في هذا العصر، منهم الشيخ ابن عثيمين وغيره رحمة الله عليهم جميعا. شيخ الإسلام ذكر في الصارم المسلول حكم شتم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شتم الأنبياء، ثم شتم الصحابة، ثم شتم أمهات المؤمنين، ثم ذكر أحكاما كثيرة من أحكام الشتم، وبرع في الكتاب وصار مرجعا للناس في هذه الأمة، حتى إن البكري أحد خصوم ابن تيمية
أثنى على الكتاب. ونقل ابن تيمية في أثناء الرد على البكري قال قد اعترف المردود عليه أنه لم يقرأ كتابا مثل الصارم المسلول أو بهذا المعنى. هذا في الكتاب اللي معروف باسم الاستغاثة أو الرد على البكري. الرد على البكري أو الاستغاثة هما يعني اسمان لكتاب واحد.